يا جماعة أنا شاكك إن مراتي بتخوني، وحاولت أوقعها بالكلام بس اللي حصل إن أنا اللي وقعت. فالموضوع بدأ لما كنت قاعد أنا ومراتي فرحة بنتعشى بالليل. بس اليوم ده ما كنتش على بعضي وكنت عمال أشرب قهوة وسجاير ورا بعض بشكل مش طبيعي، لدرجة إني بدأت أهلفط وأقول أي كلام. راحت هي بصت لي باستغراب وقالت لي وهي قلقانة: جرى إيه يا محمد، مالك النهاردة عمال تشرب في قهوة وتدخن كده ليه؟ في إيه شاغل بالك ومخليك مش على بعضك؟ بصيت لها بضيق وقلت لها: السبب هو انت فاكرة انك ممكن تخونيني وانا معرفش؟ هي اتصدمت وقالت لي بذهول: خيانة ايه اللي بتتكلم عنها دي؟ انت اكيد اتجننت. ايه اللي يخليك تقول كلام زي ده؟ رديت عليها وانا بحاول اتمالك اعصابي: متحاوليش تنكري. فاكرة امبارح لما قلتي لي انك خارجة مع صاحبتك سلمى عشان تروحوا المول تشتروا لبس؟ انت ما كنتيش معاها يا كدابة. ردت بسرعة وبثقة: طبعا كنت معاها، ولو مش مصدقني تليفونك معاك أهو، اتصل بسلمى وتأكد بنفسك. ضحكت بسخرية وقلت لها: بلاش تمثيلي وكفاية كدب بقى، عشان أنا امبارح كنت عند سلمى في بيتها طول اليوم، وبعدها اللي حصل ما يتحكيش، فاللي هيقول صح هديله قلب في تعليقات. بس لما نطمن على صاحب القصة الأول